عباس الخفاج الشباب منع المسرحيه. الاستاذ حسن قدم برنامج كسلان مسرحيه مال بلد شي ولا تسولف. شو اسمها؟ السيده عيدر. شنو عيدر؟ العيدر المقطع الاول مال عيد اليوجي. واحد شارع وين رايح؟ قال انا حشرت. انت من هي؟ حاسبني. بعد ما رضوا عليه بقدم السيده وعدت من ذاك التاريخ. ذكرني الاستاذ حسن السيداني بغبغ الكتاب. انا ما احكي امام فاطمه وربيع عن طريق قدام دكتور جبار واستاذ عابد الساعدي. هذول الاعلام طلعوا من ملحمه الشعب العراقي من اصال حيدر المعفر. قدم مسرحيته سور الصين بزمن ما كان ناس قدام مجاهد الرجل الملاك. هو اسمه مجاهد. هو مجاهد. والله عظماء انتم. رحت يقول ان خرقه بالي، ان خرقه باليه تكفينا ان تكون علما. هذا الخرقه الباليه يصير علم. اي طبعا. قد الشعب العراقي عظيم فينا ايش ناس ابرياء وانقياء ومبدعين. الله نحاتنا واستاذنا الكبير استاذ نداء العظيم. الله يديمك استاذنا الكبير استاذنا ورمزنا ومنارتنا. الله يرضيك البركه بيك ان شاء الله. يعني هاي كبت فارس. شكرا للكبير المجاهد بالخير وجميل الحرف أنيق القصيدة. غفران صلاة الصباحية بمعهد الفنون الجميلة تأتي صباحا وتقف بجانبي. ناورت صلاة الصباحية مريم طالباتي يقفن صباحا أمامي 10 دقائق ربع ساعة دون أن نتكلم ودق الجرس. غفران هي صلاة الصباحية التي افتتح بها الجو. سألوا بدر حسون فريد ما هي اللوحة جميلة؟ أحد رسام المغاربة يرسم روح فقال الصورة جميلة ولكن أين الدمعة؟ دمعتي غفران ممثلة المسرح العراقي الجديد. هذه الصلاة الصباحية نورس ومريم وغفران في معهد فنون جميلة للبنات. شكرا جزيلا. وهم جبت بيدك وريد. ما نجيت ولا جبت بيدي وريد بس جيت اشوف المسحه بعينك وريد. يا الحرس لا تعلقون برقبة السلسلة البيها الحرس. اسمع عنواني وهويتي بصدر المطرز الحرس. اسمع عنواني وهويتي بصدر المطرز الخنص. كل شي ما شفت بحياتي لا مواعيد بحدائق ولا كريستال الفنادق ولا قضيت الليل بحضان الرقص. طبع بن فلاح طبعه وعمري قضيته بشكل من مر بشارع الستين تتحنى البنات وشارع السادة يهلهل والجوادر تنخبص بالحجابات تدخن. مرصيت احلى السنين حتى ترشيتم هوازن تبقى خرخاشة بيارق عالية وما تنمر. قال لا عباس قال تعال المهرجان. رحت ما لقيت اسمي بالمنهاج وبربكم القصيدة تنقضي خلنا نحكم اياها. شنو اللي تغير؟ شنو اللي تغير؟ ما في تغيير ما لها بداية
شنو اللي تغير؟ ماكو كل تغيير، ما لها بداية وتنتهي القصة. مطفية الشمس في ساحة التحرير، مطفية الشمس في ساحة التحرير، ومكسور القلم وتكتب العصا. مطفية الشمس في ساحة التحرير ومكسور القلم وتكتب العصا. عشت عمرك مؤجل، بلش يصير، بلش ثورة تصير، بلا جد وانتظارك ما تجي الفرصة. من عيونك حمام يطير ورموشك جنح، بس الدمع قصة. طبرنا الوقت تطبير، طبرنا الوقت تطبير، وقابلت المنايل قصة بالقصة. متت فوق الحدود ومعركة العزير، ولا تركت شظية بجسمك تبوصه. استشهدين بجند صغير وبآخر نفس وصه. بيريتي شمس فوق العراق تصير، وجسر حي للمشاة تنسوه من قرصه. الحاسمة بعد أشبار عن أكاديمية الفنون الجميلة التي قضيت فيها أجمل أيام حياتي، وقرب وجوهكم المضيئة حكمة البيضاني وعمر السراي الذي كان قريبا عني وأنا أجلس في وسط معهد الفنون الجميلة أمام طالباتي أصلي صباحا كل يوم مع غفران ونورس ومريم. طالبات يصطفن أمامي ويجلسن أمامي، وكنا نصلي دون كلمات، لأن الكلمات تصبح خارج المعنى تلك اللحظة. وكنت أتمنى أن أدخل في حديقة معهد الفنون الجميلة في تلك البقعة. كنت أتمنى أن أكون فنان عالمي، ولكن في معهد الفنون الجميلة البنات قد وجدت العالم، وجدت الحب والحنان والفلسفة والفكر وناس عظماء رائعين. كان عمر السراي يرفع البيرق، أبي محابس مجيد ورجل فلاح من الأعمار، عندما فجاءت لكي تشتكي عند أهلي. فقلت لأهلي ينبغي أن نحفر حفرة، لا يمكن أن نصير أنا ومعها على أرض واحدة، ينبغي أن أجلس في الحفرة لكي أستقبلها. فكتبت لها قصيدة وهي من عائلة معروفة. أعلى حائطكم تشع الموناليزا بغرفة الصالون، أعلى حائطكم تشع الموناليزا بغرفة الصالون، وأنا بحيطان وشي مشودر العسل. يا مدرسة العناقة الزاخرة بكل لون، وأنا ثياب طلبي يا خاتم رثة بقراج النهضة أدور على الهدوء يكون، بقراج النهضة أدور على الهدوء يكون بأيام الحرب، وادور على ضجيجي بصنطة الجثة. اشوف كل البنات بجيتي يصدون للوجه السفر للمختلف حرثه، واللي روحه غريبة بيا ظن يرتاح. يوم قاطر رصاص اللايق ويرطو. تعاي غفران، غفران نعم غفران. وين غفران؟ يوم قاطر رصاصي اللايق ويرطو، والعقل الكبير الابد ما يخطئ. يوم قاطر رصاص اللايق ويرطو، والعقل الكبير الابد ما يخطئ. يوجعني حش العذال مره وهالصدر بطه قالوا لي بالغير، وشعرها اخر عناقه ليلك تمشطه، وقالوا لي ركبت بالسير والغيرة قلبها من الزغر معطى. اقول انه انا ادرى الناس حب هذا الوقت غلطه، واللي روحه غريبه بيوطن يرتاح، واللي روحه غريبه بيوطن يرتاح، واللي روحه غريبه بيوطن يرتاح. يا صدر اللي حضنه الضمه يا جنبه، واللي روحه غريبه بيوطن يرتاح. يا صدر اللي حضنه الضمه يا جنبه. قصيده، فكتبت قصيده لم تكتب بورقه، خطره الى الرجل الثاني بالصوت. لا تدور، ما كتبتها بورقه اليوم، لا تدور جرح بي وقصة الشي بالطفل،
لا تدور جرح بي وقصيت الشيء بالطفل. انا ميت، تدري بي ميت بصورة عدل. انا ميت، تدري بي ميت بصورة عدل. بيا بتذبح حمامه وترقم البرج بخفض، وبيا ذنب تلغى حياتي وتكتب براس السجن فوضى ويثير المشاكل. شكله شكل الماضي بالدنيا شكل. انا بن ذاك الجنوب بي الحق كل حزن الغروب. منصله افصل لك اصل، منصله افصل لك اصل. ايها الساده، الشعر العظيم ليس ما يكتب بل ما يعاش. كنت اطفي كهرباء المصباح على طالباتي في قسم المسرح واسالهم لماذا اطفأت المصباح، فيجاوبوني اجوبه متقاربه. بصراحه اقول لهم اغار من اول حرك شعركم وطفي الشعر والثقافة والفلسفة هي قضية وإيمان وصدق. وأتذكر مسرحيتي احتفال كوني للغائب عوني، شاف الأستاذ حيدر النحلة وشاف حكيم جاسي وشافوا الآخرين، ومسرحيات أخيرة وكثيرة. أنا عشت حياة كلها مقام. أقرأ إلى الصباح، قرأت الفلسفة كل بيوت، وقرأت المسرح وقرأت الرواية وقرأت الناس، وعشت تجربة كبيرة أعتز بها وأعتز بأصدقائي وناسي. وكتبت أغنية أقرأ لكم إياها في هذه اللحظة إلى بطلة مسرحية الأم شجاعة. فضمنت أغاني برشتية بالمسرح. شفت الممثلة تبكي ملعب السنة قدمته، جبت عربة مع الربع. أغنية لا مال ذكرني بك النخل. عمر انتظرتك تجي، عمر انتظرتك تجي لحظة وتريد تروح. حرام حرام. عمر انتظرتك تجي لحظة وتريد تروح. غيرك بعد منهم اللي وياه بفضل مفتوح. الخاطر الله شكثر بجفوفك نعومة، وجهك عرفت السما وشاماتك نجومه. رايد وجهي ينقلي بالدنيا ما ممسوح. عمر انتظرتك تجي لحظة وتريد تروح. التهمة التي يقولون ان الشاعر الشعبي متخلف وكذا وجعلتك تترك الشعر. والله يعني أنا كلما اتسعت الرؤيا دكتور عمر، كلما اتسعت الرؤيا يعني هاي الجملة الهموم صارت أكبر يعني. ولذلك اتجهت المسرح. المسرح بإمكان مدينة كاملة أن تقدم بها مسرحية. ما كانوا يتهمونك بان انت شاعر شعبي؟ والله هم حقيقة 100%. نعم أكيد. قصيدة قصيدة عنده مقطع، والله عنده مقطع ما ناشره الجبار الحيبس، صوره وصوت، هسه راويك يا دكتور هذا بالتليفون. يقول يتهموني بالاكاديميه بان عفو هذا شاعر شعبي. فاقرا قديسات ما ينطق يعني هو جايب ذني بالنسبه له هن الكنيسه، هو راعي الكنيسه.